السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. امبارح ازمه في الاسماعيليه، بيزعلوا مني قوي جمهور الاسماعيلي. طب اعمل ايه؟ اقول ايه؟ اللعيبه ما اتمرنتش ليه؟ عشان الفلوس. طب اعمل ايه؟ يعني اقول ايه يعني؟ ما اقولش اخبار، ما نبهش، ما حذرش، اديني بحذر وهنشوف هيحصل ايه. نتمنى ان الازمه دي تنتهي على خير، وحتى اللعيبه اللي رحلت كمان. عمرو الحلواني رفع قضيه على المهندس يحيى الكومي. طب تعالوا نقترب كده من المشهد شويه في الاسماعيليه، وناخد زميلنا العزيز شريف عادل المتواجد في الاسماعيليه اللي بيغطي لنا اخبار الاسماعيلي دائما وابدا. صباح الفل عليك يا شريف. صباح الخير على حضرتك كابتن شوبير وعلى كل الساده المستمعين. يمكن زي ما انا كنت بسمع حضرتك كابتن في المقدمه وحضرتك بتقول ان في الاسماعيليه يعني بيزعلوا من حضرتك او كده. يمكن قرايه المشهد لما بيبقى من فتره من البدايات يا كابتن، ممكن بالتحديد يوم 27 اكتوبر 2021، ومن خلال طبعا تحليل حضرتك لمباراه الاسماعيلي والاهلي في الموسم قبل الماضي، حضرتك بدات اتكلم في بعض النقاط ان حضرتك متخوف على النادي الاسماعيلي ووضع النادي الاسماعيلي. كان نهايه المشهد في النهايه، والموسم الماضي النادي الاسماعيلي استمر في بطوله الدوري العام طبعا بدعم وتكاتف الجميع، ولكن بفرق نقطتين فقط عن نادي الجونه. المشهد يا كابتن شوبير عايز اقول لحضرتك مشهد مش وليد السنه دي بس، لا المشهد متكرر بقاله فتره داخل النادي الاسماعيلي من اكتر من 3 سنين، والوضع مش افضل حاجه داخل النادي الاسماعيلي. وصل النادي الاسماعيلي النهارده كابتن، يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمه، بكره ان شاء الله في مباراه مهمه جدا جدا الساعه 3 الا ربع على استاد الاسماعيليه امام بيراميدز. وصل المشهد ان التدريب الرئيسي للنادي الاسماعيلي اللي هو اهم تدريب لم يحضر احد او لم يشارك احد في التدريب. تفاصيل يا كابتن شوبير، طبعا اللعيبه كانت اتجمعت في محاضره ما قبل المباراه بالامس طبعا مع الكابتن ايمن قبل المران. قبل المران يا كابتن، في نفس اليوم يعني التمرين كان 2:30 امبارح على حوالي الساعه 1:30 كان المحاضره اللي بتبقى قبل التدريب. مش في الملعب طبعا، كانت في فندق اللاعبين، الفندق اللي هو موجود جوه النادي الاسماعيلي زي ما حضرتك عارف. يعني الكابتن ايمن بيتكلم معاهم في بعض الفنيات اللي تخص مباراه فيوتشر وبعض النواحي الثانيه، فتم التطرق للحديث عن طبعا نقطه مهمه جدا وهي النقطه الماديه، المستحقات الماليه للاعبين والكلام ده. فالكلام حصل فيه يعني شد وجذب، فبالتالي كان القرار النهائي لمجموعه اللاعبين بالكامل ان هم مش هيشاركوا في التمرين اللي هو كان المفروض يبدا الساعه 2:30 في نفس توقيت المباراه. طبعا وده كان قرار من اللاعبين. حاول الكابتن ايمن مع اللعيبه، ولكن في النهايه لم يتم التمرين ولم يتم احتواء الموقف، وما اتعملش التدريب الرئيسي اللي هو اهم تدريب قبل مباراه بيراميدز بكره. النهارده كابتن بنتكلم النهارده اهو خلاص الخميس، بكره المباراه الجمعه. في تدريب مفترض ان هو يبقى الساعه 2:30 برضو النهارده الخميس، ودي التدريبه اللي بنقول عليها التدريبه الخفيفه اللي قبل الماتش يعني. ولكن في النهايه مش هتبقى تدريبه خفيفه لو اتعملت، يعني لو اتعملت احتمال ما تتعملش يعني. يعني عايز اقول لحضرتك كابتن، يعني حتى الساعات الاولى من صباح اليوم يعني المحاولات مستمره من طبعا يعني احتواء الازمه، وكابتن ايمن اتكلم مع اللعيبه وفي تدخلات من بعض اعضاء مجلس الاداره ان الازمه الماليه هتتحل وهيكون في مستحقات اللعيبه خلال الساعات اللي جايه ما بعد المباراه. فان شاء الله يعني متوقع بنسبه يعني نقول 50-50 التدريبه هيتعمل يا كابتن شوبير، يعني بناء على ما يتم في الساعات الماضيه يعني. طب هل يعني الاسماعيلي عمل احتياطاته مثلا لو انه استمرت الازمه، انه فريق الناشئين مثلا او فريق الشباب هيكون جاهز، ولا الموضوع ده مش موجود في حساباتهم؟ والله يا كابتن يعني ده برضو موجود بنسب، ولكن اعتقد ان صوت العقل في النادي الاسماعيلي وكباتن الفريق في التوقيت ده واللي احنا تابعناه من مشهد مساء الامس وفي الساعات اللي انا بكلم حضرتك فيها دي هيظهر ان صوت العقل ده واضح ان هو هيظهر يا كابتن شوبير، لان الموضوع طبعا حاجه زي دي لو حصلت واللعيبه استمرت على الموقف ده وانها خلاص مش هتبقى موجوده في مباراه بيراميدز بكره، فده طبعا هنقول زي حاجه كده يعني مش هنقول حاجه يعني مش هتبقى حلوه للكل ده يبقى زلزال يعني. يبقى يا كابتن زلزال بالظبط يا كابتن، هيبقى طبعا حاجه بمثابه الزلزال. الله ينور على حضرتك. فاعتقد لا، المؤشرات بتقول ان صوت العقل هيظهر، والكابتن ايمن بصراحه يعني بيحاول في حدود ما هو متاح من قناعات بالنسبه له، وعمل ماتش كويس قدام فيوتشر خاصه في الشوط الثاني الحقيقه. كان في حاله من الارتياحيه فعلا يعني جزء من الارتياحيه، ولكن يا كابتن برضو حضرتك لما بتتكلم من 6 مباريات 18 نقطه النادي الاسماعيلي بيحقق 3 نقط، يعني معدل صعب جدا.
فالحاله صعبه في الاسماعيليه، ومش صعبه يا كابتن بسبب الموسم ده، لا بسبب المشهد المتكرر، المشهد اللي هو يعني زي الجمهور كده بقى دمه تقيل على الجمهور يا كابتن بصراحه. يعني مشهد متكرر اكتر من سنه، لدرجه ان البعض من الجماهير بدا يتكلم ويقول النادي الاسماعيلي بيحاول بقاله 3 أو 4 سنين ان هو ينزل درجه ثانيه ومش او ينزل. لا المشهد بقت مش احسن حاجه يا كابتن بصراحه. طيب خليني اسالك، يعني ان شاء الله هذه الازمه يتم حلها يعني، لكنه اسالك عن موضوع المدرب. هل هيستمر كابتن ايمن الجمل؟ لانه الحقيقه اداره الاسماعيلي الحاليه هي وضعت اسوأ سنه من الممكن لنادي انه او اداره نادي انها تتبناها، وهي منهج اللي يخسر 3 مباريات يروح، وده مش موجود في العالم اجمع الا الحقيقه في الاسماعيليه. ودايما انا بقولها يعني مش اسمها كده، وجريده كان عامل شغل كويس والراجل كان مجتهد جدا جدا، وبتجني الثمار بعد فتره. يعني سيراميكا اللي جاب لعيبه كتيره جدا ابقى على الكابتن احمد سامي، ولنا تجارب قبل كده مع مدربين كبار. يعني هل السؤال، هل الكابتن ايمن الجمل مكمل، ولا كان معلوماتي انه كانوا خلصوا كل شيء عقب مباراة سموحة مع كابتن حمزة الجمل، ثم تدخل نائب رئيس النادي؟ انا المعلومات اللي عندي، وانت صحح لي لو انا غلط، استاذ خالد زين هو اللي اعترض على عودة كابتن حمزة الجمل وقال لا ندي فرصة لحد غيره. احكي لي الموقف عامل ازاي عندك. الموقف يا كابتن شوبير كالاتي: مستر جريدو خد مع النادي الاسماعيلي 5 مباريات. يمكن طبعا احنا بنتكلم كمان فيما يخص او رد الاداره ايه على الكلام طبعا اللي هي بتغير كل فتره. هم شايفين من وجهه نظرهم 5 مباريات مش 3، هزيمه في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، نقطتين من اصل 15 نقطه، ده مش معدل كويس. فبالتالي كان قرار التغيير. طبعا مش هو افضل حاجه طبعا فكره التغيير باستمرار، وده شفناه كمان مع مستر خوان براون، مشهد متكرر في الموسم الماضي، نفس الموقف بالظبط، المدرب الارجنتيني وتم تغييره. ولكن المهندس يحيى الكومي يعني تعليقه على النقطه دي او مجلس الاداره ان هم حاولوا قدر المستطاع ان هم يدوا المساحه لجريدو، ولكن طبعا في ظل الفرق الجماهيريه والضغط والكلام ده كله فكان قرار التغيير. ما يخص الكابتن ايمن الجمل، الكابتن ايمن الجمل اشتغل مباراتين بالظبط مع مستر جريدو كمدير للكوره. اخر مباراتين اللي هي طبعا مباراه فاركو والمباراه اللي هي الاخيره مستر جريدو اللي هي مباراه سموحه. دول المباراتين اللي اشتغلهم الكابتن ايمن مدير كوره، ثم بعد ذلك تدرج في المنصب بتاعه، اصبح قائم باعمال المدير الفني وليس المدير الفني. نعم. ده القرار اللي طلع للكابتن ايمن. خد اول مباراه طبعا وكانت التعادل، كل ده عارفين يا شريف. انا بكلمك على القادم، على بكره، على المستقبل. هل حمزه الجمل مرشح؟ هل بالفعل النائب رئيس مجلس اداره النادي هو اللي رافض، ولا الكلام ده لا اساس له من الصحه؟ لا ليه اساس من الصحه طبعا يا كابتن شوبير. كابتن حمزه الجمل على ترابيزه الاجتماعات طبعا قبل مباراه سيراميكا ب 24 ساعه كان في اجتماع مهم جدا. تم تداول اكتر من اسم، من ضمنهم الكابتن حمزه الجمل والكابتن محمد وهبه، وكان في توقيت معين الكابتن حسام حسن والكابتن ايهاب جلال. دول 4 مدربين مصريين، والكابتن خالد جلال برضه تم تداول اسمه. ولكن في النهايه لم يتم الاتفاق. زي ما حضرتك بتقول يا كابتن في انقسام، في انقسام في مجلس اداره النادي الاسماعيلي ما بين مؤيد ومعارض. كل يعني للكابتن حمزه او للكابتن وهبه او للكابتن خالد جلال ما فيش اتفاق على اسم بعينه لحد اللحظه دي. ايه اللي هيحصل زي ما حضرتك بتسال يا كابتن شوبير في القادم؟ مباراه بيراميدز بكره هي هتبين حاجات كتيره جدا. كابتن ايمن الجمل هل ممكن يستمر؟ كانت النيه فعلا الكابتن ايمن الجمل يستمر في حاله تحقيق نتائج ايجابيه امام فيوتشر وبيراميدز. مباراه بيراميدز هتحدد حاجات كتيره يا كابتن، ولكن الفكره ان كل 3 ايام في شهر ديسمبر في مباراه، عندك مباراه. فبالتالي فكره المدرب المصري هي الاقرب للنادي الاسماعيلي، سواء من ابناء النادي او صحيح. مدرب مصري هي تبقى الاقرب. ولكن الاهم دلوقتي هي حل ازمه مستحقات اللاعبين، بالاضافه الى ان بعض اللعيبه كابتن شوبير برضو موقفها خلاص. واحد زي احمد مدبولي خلاص كمان اسبوعين يحق له التوقيع لاي فريق، صحيح. لانه يرحل عقده خلص، يرحل بنهايه الموسم. ففي اتجاه ان احمد مدبولي من اللعيبه ان هو يتم بيعها للاستفاده من مقابل مادي. ولكن هل الاسماعيلي في مرحله ان هو ممكن يبيع دلوقتي مدبولي او عبد الرحمن مجدي في ظل الوضع الراهن والموقف الصعب اللي فيه النادي الاسماعيلي في جدول الدوري والمشهد المتكرر ده؟ هي معادله. نتمنى ختام يعني سعيد لهذه الازمه.
مره، المره اللي فاتت برضه